عمرك حسيت إنك فقدت أقرب صاحب ليك؟ مش فقدته في لحظة، لكن بالراحة، كأن العلاقة بتموت بالبطء وإنت مش عارف تعمل إيه. إحنا دايماً بنفتكر إن الصداقة الحقيقية بتفضل طول العمر، بس الحقيقة في صداقات لازم تنتهي علشان إحنا نتعلم نكمل. أهلاً بيكم في قناة طبيب نفسك، والنهاردة هنتكلم عن حاجة صعبة جداً. إمتى تعرف إن الوقت جه إنك تسيب أقرب صاحب ليك؟ في 6 علامات لو بدأت تحس بيهم لازم تقف وتفكر. العلامة الأولى: بدأت تشك في الصداقة نفسها، مش قادر تحس إنكم زي زمان، الضحك بقى مجاملة والكلام بقى تقيل. كنتوا بتتكلموا بالساعات، دلوقتي بتدور على موضوع علشان تملى الصمت، تحس كأنكم بقيتوا شخصين غرب، كل واحد في طريق. العلامة التانية: بقيتوا مش بتتواصلوا خالص. الانشغال طبيعي، بس اللي مش طبيعي إن مفيش أي محاولة من أي طرف، لا تليفون، لا زيارة، لا اهتمام. كل حاجة بقت أعذار، مشغول، الظروف، هكلمك قريب، بس الكلام مش بيحصل. وفي لحظة معينة هتحس إنك بتحارب لوحدك. العلامة التالتة: كل واحد بقى عايز حاجة مختلفة من حياته. يمكن هو عايز يمشي في طريق وإنت في طريق تاني، بس عشان تحافظ على العلاقة بتضحي بنفسك، بأحلامك، بحريتك. وده مش حب صديق لصديقه، دي محاولة بائسة لإنقاذ حاجة انتهت. العلامة الرابعة: لقيت ناس جديدة وحسيت معاهم براحة أكتر، مش لأنهم أحسن، لكن لأنك اتغيرت. في ناس بتدخل حياتنا علشان مرحلة معينة، ولما المرحلة تخلص هم كمان لازم يمشوا، وده طبيعي ومش خيانة. أحياناً لازم نسيب علشان نكمل. العلامة الخامسة: هو خان ثقتك. دي أصعب حاجة ممكن تحصل في صداقة. الكلمة اللي قلتها في لحظة صدق استخدمها ضدك. الأمان اللي كنت حاسس بيه اختفى. ممكن تسامح مرة أو 2، بس في وقت معين الغفران بيتحول لوجع مستمر. العلامة السادسة: أنت الوحيد اللي لسه متمسك، بتحاول وبتعتذر وبتبادر وهو مش فارق معاه. العلاقة بقت مجهود من طرف واحد، وده مؤلم جداً. مهما حاولت مش هتقدر تجبر حد يفضل في حياتك لو هو خلاص اختار يمشي. ساعتها لازم تواجه نفسك بالحقيقة، إنك مش بتخسر شخص، أنت بتستعيد نفسك. صعب، مؤلم، بس ضروري، لأن التمسك باللي انتهى بيمزقك من جوه وبيمنعك تشوف اللي لسه جاي. في الآخر الناس بتتغير زينا بالظبط، وفي صداقات بتنتهي علشان تفتح لنا باب لنسخ أقوى من نفسنا. افتكر دايماً إن اللي راح كان درس مش خسارة، ولو وجعك الوداع اعرف إنك كنت بتحب بصدق، وده في حد ذاته كفاية. لو حسيت إن الكلام لمس فيك حاجة، شارك الفيديو مع حد محتاج يسمعه، واشترك في قناة طبيب نفسك علشان نكمل الرحلة سوا. وشكراً إنك فضلت لحد هنا.